السلام عليكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بالف خير. انا هناء وقناتي اسمها تسالي اند فودز. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وتفعلوا الجرس وتدوسوا على كل الاشعارات علشان يوصلك كل جديد معايا. هنعمل النهارده حاله سهل جدا وبسيط. هنعمل النهارده الليزي كيك. الليزي كيك هنعمله بدون بيض وبدون فرن وكمان بدون دقيق. مش هيكلفك حاجه خالص. بسيط جدا جدا جدا. لو جايلك ضيوف وعاوزة تقدمي حاجة مميزة مش هياخد منك وقت خالص في تحضيره. هتسيبيه في الفريزر ساعة بس، وبعد كده هتطلعيه وتقدميه بطريقة جميلة جدا وحاجة يعني مبهرة وهتشرفك قدام ضيوفك، وكمان طعمه هيكون مختلف. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. هنا اول حاجة في الوصفة بتاعتنا معايا البسكويت. انا جايبة بسكويت ماري. ممكن تستعملوا اولكر. الماري طعمه جميل جدا جدا ومميز، طعمه حلو قوي، فهيكون طعمه جميل معانا في الوصفة. الاولكر برضو جميل، وفي كمان انواع تانية اللي تحبوه طبعا استخدموه. انا جايبة هنا معايا 400 جرام من البسكويت. الباكو ده 200 جرام. اول حاجة هبتدي ان انا اجيب كده طبق كبير وهحط فيه البسكويت بتاعي وهكسره كده زي ما انتم شايفين. هكسره الواحدة هكسرها على 4، لا كبيرة قوي ولا صغيرة، هتبقى كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. دي المكونات بتاعتنا اللي هنعمل بيها الاول الصوص بتاع البسكويت. معانا هنا طبعا البسكويت اللي انتم شايفينه القطع، ومعانا هنا 2 كوب حليب حوالي 300 جرام، ومعايا 4 معالق سكر حسب الرغبة طبعا يعني، معايا 100 جرام زبدة، ومعايا 4 معالق كبار كاكاو غير محلى. تمام، ده علشان الصوص بتاعنا. هنبتدي نعمل الصوص، يلا بينا. هنا هنجيب حلة كده او كسرولة اللي هتعملوا فيه، وهنبتدي نحط المكونات بتاعتنا على البارد كلها. هنحط الحليب وهنحط معاه كمان الكاكاو 4 معالق الكاكاو، وهنحط السكر. ده 4 معالق سكر اللي انا هحطهم دلوقتي. لو عاوزين تقللوا السكر فهو حسب الرغبة، يعني مش عايزين تحط سكر اصلا مفيش مشكلة، لان احنا بعد كده هنضيف كمان 100 جرام من الشوكولات الخام. بعد الصوص معانا ما يظبط هنحط الشوكولات الخام كمان. فاحنا كده بنقلب المكونات مع بعض. حطينا الحليب وحطينا السكر والكاكاو. دي هنحطها بقى بعد ما الصوص يبدأ يغلي معانا كده. هنبتدي نحط الشوكولات دي. فدلوقتي احنا رفعناه على النار وهنقلبه كده. حطينا بقى طبعا الزبدة فيه كده علشان تسيح معاه، وهنبتدي نقلبه كده كويس مع بعضه. كده هو ابتدى ان هو يغلي معايا، فحطيت فيه قطع الشوكولات بتاعتنا وهنقلب كويس قوي. طبعا انا كده طفيت النار اصلا، يعني انا طفيت النار اول ما غلى وبعد كده حطيت الشوكولات والنار مطفيه، وكده انا قلبته كويس كويس لحد ما تقل معايا، ولما يبرد هيتقل اكتر كمان. كده الصوص جهز معايا. بصوا يا جماعه، هو بقى جميل جدا جدا، قوامه جميل جدا، وهو ده القوام اللي احنا محتاجينه علشان نسقي بيه البسكويت وتقلوا بقى جميل معانا. لازم نستعمله وهو بارد تماما، ما ينفعش خالص نستعمله وهو ساخن على البسكويت علشان هيطريه معانا وهيهري البسكويت ومش هنعرف ان احنا نشكله خالص. فاحنا بنستعمل الصوص يا جماعة بنسيبه لما يبرد خالص تماما وبعد كده بنبتدي نستعمله. دلوقتي هجيب بولة اكبر من اللي كانت في البسكويت فيها، وهنحط فيها قطع البسكويت بتاعتنا كده. المهم ان انتوا تعملوها بالحجم اللي انتوا شايفينه ده علشان تطلع معاكم شكلها مميز وشكلها جميل زي اللي انتوا هتشوفوه بالظبط. تمام. انا بس كده اتاكدت ان خلاص مفيش حاجه، كله متكسر تمام. هبتدي بقى ان انا احط الصوص بتاعي كده زي ما انتوا شايفين على البسكويت، وبعد كده هنقلبه كويس بالمعلقه او بالسباتيولا. المهم ان انتي تقلبيه كله كده مع بعضه في الصوص علشان كله يشرب من الشوكليت كويس كده. خلاص هجيب بقى ورقة فويل. نجيب ورقة فويل كده كبيرة، وبعدين عليها ورقتين من الزبدة، وهبتدي انزل بالبسكويت بتاعنا
هرصه كده طولي على شكل طولي، وهبتدي ان انا الفه رول. اهم حاجة وانتي بتلفي رول تضغطي عليه كويس جدا جدا زي ما انت شايفة كده، علشان في الاخر يطلعلك الشكل، اللي انتي هتشوفيه. لازم ان انتي تضغطي عليه كده كويس قوي قوي قوي، وتسويه على قد ما تقدري، وبعد كده هيتلف معاكي كده بسهولة. هتلفيه كويس برضو، وبعدين طبعا هتقفليه بقى من اليمتين كده زي البونبونايه، هتقفليه كويس قوي. وكده خلاص هو معايا بعد ما طلع من التلاجة. انا بيته ليله كامله في التلاجة لاني ما كنتش مستعجله عليه. لو انتي مستعجله عليه هتسيبيه ساعه او ساعتين في الفريزر، وبعد كده هتطلعيه وهيكون متماسك معاكي وجميل جدا، مفهوش اي مشكله خالص. تمام، هنبتدي دلوقتي نفكه كده مع بعض. بصي انت لو ما عندكيش ورق زبده، انت ممكن تعملي بالفويل بس لوحده، او بتعملي بستريتش راب والفويل، يعني زي ما تحبي ايه اللي موجود عندك. المهم حاجه تقدري ان انت تلفيه رول بيها، وفكيه كده بالراحه. انا فكيته كده بالراحه وبقيت اقلبه وافك كل جنب فيه لحد ما اتفك كله بسهوله، ما فيهوش اي حاجه اتكسرت معايا ولا شكله باظ ولا اي حاجه، ما تقلقيش خالص. انتي ممكن تكتفي بيه بالشكل ده كده، وتطلعيه وتقطعيه وتقدميه لاولادك، هيكون جميل برضو جدا. او تعملي الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي. ده جناش، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، احنا عاملينه برضو مع بعض قبل كده. انا سقيت بيه كده الليزي كيك بتاعتنا. يعني لو حابه تزينيه، مش حابه تزينيه، مفيش اي مشكله خالص، ممكن تقدميه زي ما هو في الحالتين جميل جدا جدا. انا بس ايه بزينه كده، يعني حاجات بسيطه جدا. دي شوكليت خام انا عاملاها مبشور، وحطيت كده على الجناب من تحت كلها. يعني لو عندك ضيف وعايزه تزيني، ممكن اي حاجه بسيطه عندك تزيني بيها. هو كده او كده هيطلع عظمه جدا 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 والله، يعني هيعجبكم جدا. ومعايا كمان برضو الشوكليت ابيض، انا مسيحاها على حمام بخار وحطيتها كده في القلم، وابتديت ان انا اعمل خطوط برضو عليها كده. ودي قطعه شوكليت بقى صغيره كتكات، يعني اللي موجوده عندك، اي حاجه عندك زيني بيها، وكريز يعني اللي موجود اعملي بيه. بصوا يا جماعة قد ايه شكله جميل جدا جدا، حاجة جميلة جدا وهتشرفك جدا في لو عندك ضيوف او عندك عزومة، او اطفالك بيحبوا البسكويت والشوكولات، حاجة عاملينها بايدينا، حاجة نظيفة، وطعمها جميل جدا جدا، احلى بكتير من اللي هتجيبيه من بره. وجربوها ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. انا واثقه ان هي هتعجبكم جدا كمان، لان طعمها ده كده بيودي في حته تانية. كل قطمه منه بتبقى حكايه، طبعا الشوكليت مع البسكويت مع الصوص اللي عاملينه مع الزبده، بجد طعمها جميل جدا وطري كده وناعم، وحاجه جميله جدا جدا، مهما اتكلم عنها مش هقدر اوصف جمالها. انتوا لما تجربوها هتقولي لي رايكم في الكومنتات. ولو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي طبعا لو لسه ما اشتركتيش، علشان هقدم لكم حاجات جميلة جدا ان شاء الله وهفيدكم بيها بإذن الله. اعملي لايك ودوسي اشتراك، واعملي كمان فعلي الجرس، واعملي كل الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. حبايب قلبي اشوفكم في فيديو جديد مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم على خير.